بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده هنشرح السكشن الأول في مادة الشبكات. الفيديو هيكون فيه شرح نظري، وآخر الفيديو هيكون فيه تطبيق عملي على اللي احنا درسناه. السكشن الأول احنا خدنا حاجة اسمها سويتش كونفيجريشن. ايه هي الأوامر بتاعة السويتش أو ايه هو السويتش. احنا طبعا محملين برنامج الباكيت تريسر، وده الموقع بتاعه اللي هو اسمه netakad.com. هتدخل عليه وهتحمل برنامج الباكيت تريسر. اهم حاجه السويتش بيفهم ايه في السيفل لاير اللي احنا خدناهم السنه اللي فاتت. بيفهم لاير 2، ده اللي احنا عايزين نعرفه، وبيفهم حاجه اسمها ماك ادرس، وبيتعرف على الماك ادرس ده منين؟ من ماك تيبل اللي موجود في السويتش ده. بس اللي احنا عايزين نعرفه عن السويتش حاليا. والماك ادرس يسمى، ممكن تسميه ماك ادرس، ممكن تسميه فيزيكال ادرس، ممكن تسميه لان، ايثرنت، هاردوير، بيرنت ان ادرس. وسمي بيرنت ان عشان هو بيكون حرفيا يعني بيكون محروق على كارت الشبكة عندك يعني. بس هو ممكن يتغير، يعني بتنزل برنامج زي كده وتغيره بشكل مؤقت. فهو بس هو حاليا مسمى بيرنت ان لانه بيجي من الشركة المصنعة، بيكون مكتوب عليه كارت شبكة، وبيكون مكتوب على كارت اللان عندك، بيكون يونيك، او ممكن نسميه يونيفرسال ادرس. الماك ادرس بيكون شكله كده، بيكون عبارة عن 48 بت، ب 12 ديجيت، وبيتكتب ارقام، وبطريقة ارقام وكمان حروف بطريقة الهكسا ديسيمال، اللي هو من 1 ل9 ومن ايه لحد الاف. بيكون مقسم لقسمين. 3 بايت بيكون تبع الاورجانيزيشن اليونيك، اللي هي المنظمة اللي هي وضعت الماك ده، بيكون ثابت في كل شركة. والتلاتة التانيين ده بيكون خاص، بيبقى يونيك ايدنتيفاير خاص بالجهاز بتاعك، ما ينفعش يتكرر. بيكون عبارة عن 48 بت كاملة. الماك ادرس زي ما قلنا بيكون 48 بت، يبقى كام بايت؟ يبقى 6 بايت. السويتش بيكون شكله كده، بيكون مكون من 5 بورتات او 24 بورت او 48 بورت، على حسب الجهاز اللي انت هتشتريه او على حسب الحاجة اللي انت عاوزها. عندي مهمة، اهم مهمة في السويتش، اللي هو بيعمل ايه؟ بيعمل responsible for relaying data. يعني بيقولك هو ترحيل الداتا، هو وظيفته انه ينقل الداتا من بي سي لبي سي تاني، من السورس للديستنيشن باستخدام الماك ادرس. ده اللي انا عايز اعرفه. طب ازاي بينقل الجهاز من جهاز لجهاز؟ انا دلوقتي عندي في جهاز عاوز يبعت لجهاز تاني، وعندي هنا طبعا في النص سويتش اللي بيربط الشبكة ببعض، وعندي شوية اجهزة تانية. هو عنده رسالة دلوقتي عاوز يبعتها للجهاز التاني، فبيبعتها للسويتش. يجي السويتش بعد كده يبص على الماك، يبص على لاير 2 اللي احنا قلنا عليها في اول فيديو، يبص على لاير 2 في الاو اس اي لاير، بيبص على الداتا لينك اللي هو بيفهم ايه؟ ماك ادرس. بيشوف الماك ادرس ده هل هو عنده في الماك تيبل، هل هو متكيش عنده او محفوظ عنده في الماك تيبل ولا لا. لو محفوظ عنده خلاص بيبعت رسالة للجهاز اللي هو عاوزه. خصائص السويتش، اهم حاجة فيه اللي هو بيتعلم الماك ادرس زي ما قلنا، وبيعمل فورورد للداتا، وبيستخدم حاجة اسمها STP سباننج تري بروتوكول. ده مش هنستخدمه في السكاشن حاليا، بس ده الخصائص بتاعت السويتش، اهم خصائص. ماشي. السويتش بيتعلم ازاي الماك، او يعني بيبعت ازاي رسالة من جهاز لجهاز، وهو مش بيفهم اي بي. طبعا الجهاز بيفهم اي بي. فعندي هنا جهاز مثلا زي ايه، عاوز يبعت رسالة لجهاز مثلا زي سي. دلوقتي طبعا السويتش بيعرف على كل بورت ان البورت واحد طالع منه ماك ادرس من البورت واحد، وبيسجله عنده في الماك تيبل. يقول لك بورت واحد طالع منه ايه، ونفس الكلام بورت 2 طالع منه بي، بورت 3
طالع منه زيرو. نفس الكلام بورت 4 هيطلع منه الماكات اللي هتجيله منه. طب بيعرف ازاي الماك دي دلوقتي ايه؟ طبعا البورت مش حافظ الماك بتاعه دلوقتي السويتش، فايه بعت رساله بالاي بي بتاعه. طبعا بعت رساله او عمل بينج من ايه لغايه سي. يجي مثلا يبعت رساله زي كده توصل للسويتش، فالسويتش هيعمل حاجه اسمها فلاد. اول حاجه يبص على الماك تيبل مش هيلاقيه، هيعمل حاجه اسمها فلاد. فلاد دي اللي احنا بنقول عليها برودكاست. يعني برودكاست يعني هيبعت الرساله دي لكل البورتس اللي عنده. هيبعت رساله ل3، هيبعت رساله ل2، هيبعت رساله ل4. هيقول له انت الاي بي بتاعك كذا. لو انت الاي بي بتاعك كذا خلاص رد عليا بالماك بتاعك. وبما ان الجهاز بيفهم طبعا اي بي، ف هيبعت لبي هيقول له انت الاي بي بتاعك كذا، فمش هيرد عليه، هيعمل ديسكارد للمسج. هيجي سي دلوقتي هيقول له انت الاي بي بتاعك كذا، قال له اه، هيبعت له رساله، هيقول له برساله بايه؟ بالماك. عمل حاجه اسمها ارب. عمل حاجه اسمها ايه؟ ارب بروتوكول، عرف منها الماك. جه السويتش خزن عنده في الماك تيبل ان الجهاز ايه، ان بورت 1 طالع منه ماك ايه، ان بورت 3 طالع منه ماك سي. بعد كده يبعت له الاي سي ام بي ويبعت الرسائل بتاعته. ماشي كده احنا عرفنا ازاي بيعرف الماك تيبل كانه بورت حقيقي اهو، مكون 24 بورت، وكل ماك طبعا كل بورت بيخزن الماك ادرس بتاعه. طب عندي كام طريقه انه يعرف منها برضو الماك تيبل؟ هل كل شويه هيعمل برودكاست؟ اكيد لا، اجهاد على السويتش. فعندي طريقتين بيعرف منهم الماك تيبل. عندي طريقه اسمها الفلاد اللي هي الاولى. فلاد طبعا او البرودكاست، بيعمل برودكاست لانه مش عارف الماك ادرس فبيعمل برودكاست، او انه مش عارف الانون فبيعمل في الحالتين بيعمل فلاد. لو عايز تعرف تعمل برودكاست اصلا. والحاله التانية اللي انت مش عارف الماك تيبل اللي احنا شرحناها من شويه، فهو ماك مش معروف بالنسبه للسويتش. اما اخر حاجه اللي هو النون يونيكاست، فمش محتاج يعمل تاني برودكاست لانه خلاص عرف الماك تيبل بتاعه. يعني بحيث لو الجهاز يجي يكلم سي تاني مش محتاج السويتش يلف اللفه دي تاني ويعمل برودكاست ويعمل لود على الشبكه. هو خلاص حفظه عنده في الماك تيبل، وبيقعد 5 دقايق او 300 ثانيه وبيتشال تاني من الماك تيبل بتاعه. عندي الماك ادرس تيبل ممكن ما تلاقي حد مسميه سويتشنج تيبل، بريدجنج تيبل، حسب الكتاب اللي هتقرا منه او حسب المحتوى اللي هبص عليه. في ناس بتسميه كمان كونتنت ادريسابل ميموري اللي هو الكام تيبل، كونتنت ادريسابل ميموري. دي رسائل اللي هو بيبعتها السويتش عشان يعرف منها الماك تيبل. اول حاجه طبعا بيبعت رساله اسمها ارب بروتوكول. ارب بيعرف بس منها الماك تيبل، بيعرف منها الماك ادرس. اما عندي بعد كده يبعت رساله اللي هي الاي سي ام بي اللي هو خلاص عمل تيست للجهاز التاني وعرف يتواصل معاه. البينج يعني بنستخدم كلمه اسمها بينج وبنكتب الاي بي بتاع الجهاز اللي احنا عايزين نعرفه. وهو اوريدي بينفذ حاجه اسمها ارب قبل ما بيبعت الاي سي ام بي، بينفذ الارب ليه؟ عشان يعرف الماك ادرس بتاع الجهاز. دلوقتي هنفتح برنامج الباكيت تريسر. طبعا ده مش محتاج تنزله من اي موقع تاني غير من الموقع الرسمي لانه مجانا، وده بيئة تعليمية. وده برنامج طبعا احنا عارفين عنه، ده سيميوليشن للشبكات. انا استخدم فيرجن اللي عندي 8.2. الافضل انك تستخدم فوق 8، يعني ما تستخدمش حاجة 7. لو معاك 7 نعمل له انستول ثم نعمل له انستول. نيجي نجيب سويتش. انا عندي لما افتح سويتشات انا عايز سويتش اللي هو 2960. عندي لما جيت دخلت على السويتش هدخل طبعا من هنا سي ال اي. طبعا سي ال اي دي هي موجوده كسيميوليشن، يعني مش موجوده غير سيميوليشن، مش موجوده في الحقيقه. مش هتلاقي طبعا، مش هتخش على السويتش زي كده في الحقيقه وتكتب تخش على سي ال اي، بس هو ده باكيت تريسر
فعامل لك حاجه اسمها CLI كوماند لاين انترفيس، تعرف تكتب عليه بحيث يبقى بيئه تعليميه وتبقى سهل ليك. بس هنعرف الحقيقه ازاي بعمل كونفيجريشن للسويتش لما انا اجي اشتري سويتش جديد. يعني انت فتحت السويتش قال لك شويه معلومات عنه، سيسكو اي او اس سوفت وير والكوبي رايت بتاعه نوعه ايه وتصنع سنه كام تعمل له كومبايلد امتى. انا جيت خلصت هنا، انا كده على السويتش عملت جاب لي كلمه سويتش، جاب لي علامه الاكبر منه في سيسكو. عندي الاي او اس بتاع السيسكو او السويتشات بيبقى اسمه انترنتورك اوبريتنج سيستم. انترنتورك اوبريتنج سيستم عندي 3 مودز في اي سويتش في اي راوتر هتستخدمهم. اول نوع او اول مود حاجه اسمها يوزر مود. حاجه اسمها ايه؟ يوزر مود. يوزر مود ده انا حاليا في اليوزر مود، مالكش صلاحيات كتير. دي علامه الاكبر من تعرف انك فين في اليوزر مود، مالكش صلاحيات كتير. طب اعرف ازاي الكوماند اللي انا ممكن اكتبها في اليوزر مود؟ بتعمل علامه استفهام اهو، انا عملت علامه استفهام قال لك الحاجات دي بس اللي تقدر تعملها. تقدر تعمل شو بس ليك عدد محدد من الشو، تعرف تعمل بينج، تعرف تعمل كونكت تيرمينال، حاجات بسيطه. يا مالكش صلاحيات، مالكش تقدر تعمل كونفيجريشن خالص. طب انا عاوز اعلى في الصلاحيات، اعلى في البريفيليج، تخش على حاجه اسمها الانيبل مود. وعشان ادخل على الانيبل مود بتكتب كلمه ان او انيبل. انا كتبت هنا اكتب كلمه انيبل. بعد كده يا اما عايز تكمل الجمله يا اما بقى تمسح بقى تكتب ان فقط وتكمل الجمله بكلمه تاب. عندك في الكيبورد تاب كمل لك الجمله، هتدوس انتر. لما تدوس انتر زي كده هغير لك علامه الاكبر من اللي علامه الشباك. كده انت فين؟ في البريفيليج مود. عاوز تعرف الاوامر المكتوبه في البريفيليج مود او ايه الحاجات اللي انا اقدر اعملها على البريفيليج مود، تكتب برضو علامه استفهام. شوف عندك شويه كوماندات ظهرت اكتر، كل لما بتعلى في البريفيليج كل لما الكوماندز بتزيد. عندك كلير، تقدر تعمل كلير، تعرف تشوف كلوك، تعدل الكلوك بتاعك. تمام، ما هنعرف دي كونفيجر بتاعت ايه. تعرف تعمل لوك اوت، تعرف تعمل حاجات اكتر من اليوزر مود. تعمل رايت دي اللي هي تحفظ الكونفيجريشن. طب انا عاوز اعلى في الصلاحيات وعاوز اعدل حاجات واخش على الكونفيجريشن فعلا، اقدر اكتب كونفيجريشن فعلا. تعلى في الصلاحيات تاني في حاجه اسمها كونفيجريشن تيرمينال. كونفيجريشن ايه؟ تيرمينال او كونفيجريشن مود. وعشان ادخل على الكونفيجريشن مود تكتب حاجه اسمها كونفيجريشن تيرمينال، بتكمل تي بعد كده بيكمل لك تاب، بتدوس انتر. كده انت حاليا في الكونفيج مود. تعرفها منين؟ تعرفها اللي هو بيكتب لك هنا كلمه كونفيج. كده انت في الكونفيج مود. عاوز ترجع خطوه ورا بتعمل اكزيت. كده انت فين؟ في البريفيليج مود. عاوز تطلع قدام تاني تكتب كونف تي بس فقط اختصارا ليها ودوس انتر. كده انت حاليا في الكونفيجريشن تيرمينال. بتعمل علامه استفهام، ظهرت لك كل الاوامر حرفيا اللي في السويتش اللي تقدر تعملها على السويتش. تقدر تعمل فيلان، تقدر تعمل هوست نيم، تغير اسم الجهاز اللي انت ماسكه، تقدر حرفيا تعمل كل حاجه. كل الكوماندز متاحه ليك كادمنستريتور للشبكه. في عندي برضه مود تانية بيكون حاجه اسمها سب انترفيس. سب انترفيس اللي هو انت دخلت على الانترفيس، فمثلا ماشي تعال نخش على اي انترفيس F0 هنعرف الكلام ده. كده انت دخلك لو جيت كلمه اف دي كده انت اسمها فين؟ في سب انترفيس. في سب انترفيس في الكونفيج. نعمل اكزيت. ده انا عندي كده 3 مودز، الانيبل واليوزر مود والانيبل والكونفيجريشن مود، شرحناهم بالتفصيل. ممكن نجيب جهاز زي كده ونجيب بي سي او لابتوب، اي حاجه مش هتفرق فيهم، ونوصل الجهازين دول ببعض. انا عندي لما نشتري السويتش جديد او راوتر جديد، طبعا زي ما قلت انا مش هينفع ادخل في كفيزيكال
على السويتش واختار كلمة CLI. طب مفيش الكلام ده طبعا، مفيش يعني تخش على السويتش، فلا لازم تخش من على جهاز كمبيوتر. فعشان اخش من جهاز الكمبيوتر بعمل ايه؟ عندي 3 طرق بدخل عليها من على السويتش. اول طريقة، وهي لازم كل ادمن بيشتري جهاز جديد لازم يستخدمها، في كابل اسمه كابل كونسول، اسمه ايه، او كونسول كيبل. بيكون شكله كده الكونسول كيبل بتوصل بالجهاز اللابتوب بتاعك وعلى السويتش، فبتعمل له اول كونفيجريشن يعرف يستخدمه عشان تعرف تستخدم بعد كده السويتش وتدخل عليه اول اوامر. بعد كده خلاص انت بتعمله تيلنت او SSH او ريموتلي، او هما الاتنين ريموتلي. الكابل ده يسمى كونسول كيبل او يسمى رول اوفر كيبل. ليه اللي يسمى رول اوفر كيبل؟ لانه الناحيتين عكس بعض. انا عندي هنا ناحية تتوصل جهاز الكمبيوتر، الناحية التانية الايثرنت بيتوصل في الراوتر او السويتش. وحاليا يعني في البيئة الحديثة في عندك USB، عندك USB وعندك تايب سي. سمي رول اوفر ليه؟ لانه السلك الاولاني متوصل بالبن التامنة هناك، ونفس الكلام التاني بيتوصل بالسبعة، لذلك سمي رول اوفر او كونسول كيبل، بس هي الاسم المشهور هو الكونسول كيبل. فدي كده عندي اول طريقه، اللي هو انا هوصل السويتش واعمل كونفيجريشن ليه. اول كونفيجريشن اللي هي هوصل الكونسول كيبل. تعالى نخش على كلمه الكونكشنز، وهلاقي كابل كده لونه اصفر، لونه لبني. الكابل ده اسمه كونسول اهو. الكابل ده ايه؟ اسمه كونسول. عندك بتوصله بالسويتش ببورت اسمه كونسول فقط، مش هتلاقي غير كونسول. وهتلاقي في الجهاز هتوصله بمين؟ بالRS 232، ومش هتوصله بالفاست طبعا. الفاست ده اللي هو نت، انا هوصله حاليا بالRS 232. كده انا وصلته كونسول كيبل. كده انا ممكن اعمل كونفيجريشن مش من على السويتش بقى، من على الجهاز. هدخل على الجهاز واختار كلمة ديسكتوب، وبتنزله طبعا ابلكيشن على جهاز الكمبيوتر. بتدخل عليه من التيرمينال بعد كده تعمل اوكي. كده نفس الكلام اللي انا كنت كاتبه في السويتش ظهر لي فين؟ على جهاز الكمبيوتر. وبتبدأ تعمل اول كونفيجريشن ليك. تكتب الاوامر اللي انت عاوزها. مثلا احنا عايزين نغير الهوست نيم بتاع السويتش، فكتبنا هوست نيم، بعد كده نديله اسم مثلا SW عشان بدل ما يكون الكلمة كبيرة SW. فهنا عمل لي ايه؟ غير لي اسم السويتش من سويتش لإس SW. جميل. طب عاوزين نعرف الأوامر اللي أنا بكتبها دي معمول لها سيف فين. تعالى كده نرجع للسلايد تاني. عندي في السيسكو سويتش ميموري تايبس عندي 4 أنواع من الميموري. عندي الرام طبعا، وعندي الفلاش، وعندي الروم، وعندي الام رام. اول حاجه الجهاز لما بيجيلك فيه سيسكو IOS سوفت وير، بيبقى موجود في الفلاش. ده موجود في الاوبريتنج سيستم بتاع السويتش او الراوتر. بعد كده عندي برنامج كده صغير اسمه روم او بوت ستراب بروجرام. ده عباره عن ان ده بس بتشغل لما تيجي تشغل السويتش بتعمله باور اون، بياخد النسخه اللي في الفلاش وياخدها كلها يحطها في الرام عشان تشتغل في الرننج كونفيجريشن. بس انا عندي الرام دي بتبقى فولاتايل، يعني بتبقى لو انا قفلت الجهاز كده كل الاوامر اللي انا الجديده اللي انا كتبتها هتتمسح. فالرام عندي برضو في لغه السويتش اسمها رننج كونفيجريشن. طب انا عاوز احفظ الكونفيجريشن اللي انا عملتها، وعشان لما اعمل ريبوت للسويتش ما لاقيهاش متشاله، فبتخزنها في حاجه اسمها الام في رام. هنعرف كل ده، او في لغه السويتش او الراوترات اسمها ستارت اب كونفيجريشن. كده عندي 4 ميموري. تعالى نعرف الخصائص بتاعتهم ايه. عندي الرام طبعا فولاتايل، ده بيرننج له IOS في الوقت الحالي. وعندي الروم نون فولاتايل طبعا، ده اللي فيه بوت ستراب اللي بيشغل لي
زي ما قلنا بياخد من الفلاش بيحطها في الرام. وعندي الام في رام ده الحاجات الستارت اب كونفيجريشن، ده لما انا اعمل كونفيجريشن جديده بخزنها في الام في رام او الستارت اب كونفيجريشن فايل. وعندي الفلاش ده في الاي او اس، طبعا نون فولاتايل، كله نون فولاتايل ما عدا الرام. طب انا عاوز اشوف الاوامر المكتوبه في السويتش. تعمل حاجه اسمها شو، تعمل اكزيت. طبعا احنا مش بنعمل شو في الكونفيجريشن، طبعا بنعمل شو بس بطريقه، هنعملها بطريقه تانية بس في ادفانس شويه. نرجع خطوه ورا. احنا حاليا في الانيبل مود هنعمل شو، عايزين نعمل للرام، فاسمها عندي شو راننج كونفيج. فقال لك انا عندي شو راننج كونفيج، قال لك انا عندك اسمها الداك فيرجن 15 بتاع سويتش، مش عارف الداك الهوست نيم انت سميته اس دبليو، مش عارف الانترفيس عندك كام انترفيس، بيقول لك الكونفيجريشن اللي عليها، بيقول لك انت عندك انترفيس فيلان، واداك شويه كونفيجريشن موجود عليه. طب انا عاوز اشوف على الكونفيجريشن اللي في الام في رام هل فيها كونفيجريشن ولا ما فيهاش. اللي قلنا اسمها ستارت اب، بتكمل بكلمه تاب، دوست انتر، قال لك ايه؟ قال لك ستارت اب كونفيج از نوت بريزنت، يعني ما فيهاش اي حاجه، يعني كل الكونفيجريشن اللي انت هتكتبها مش هتلاقيها. طب احنا دلوقتي مسمينه هوست نيم مثلا اس دبليو، تعال نعمل كده ريبوت، او هنا مكتوبه ريلود، ماشي ريلود. هتعمل ريلود بقى للسويتش، قال لك انت عاوز تعمل له ريلود فعلا ولا لا، او عاوز تحفظهم؟ لا انا مش هقول له مش عاوز احفظ حاجه، نو. ايه قال لك تمام، بيأكد عليك انك عايز تعمل ريبوت. فهنا هيرجع للاعدادات الافتراضيه بتاعته، نسرع الوقت، دي بتسرع الوقت. نعمل كونف انتر، رجع كلمه سويتش زي ما هي. ليه؟ لان احنا ما حفظناش كلمه الهوست نيم ال اس دبليو في الام في رام، فبالتالي الرام زي ما قلنا احنا فولاتايل، فما لقيناش اي كونفيجريشن. تعال ندخل على اليوزر مود، تعال ندخل بعد كده على كونفيجريشن تيرمينال، عاوزين نعمل هوست نيم نسميه اس دبليو كمان، نرجعه للاعدادات الافتراضيه. طب انا عاوز احفظ حاليا الاعدادات الموجوده. نعمل اكزيت، بنعمل كوبي، بنحفظ منين؟ في اليوزر مود، في الانيبل مود او بريفيليج مود، هما الاتنين واحد. بكتب كلمه اسمها كوبي. انت عاوز تعمل من السورس للديستنيشن، فهتحدد من الرام للام في رام، بس هنكتب هنا هنكتب الراننج كونفيجريشن للستارت اب من السورس لغايه الديستنيشن. قال لك انت عاوز تحفظه بنفس الاسم، ايوه ماشي كده، عمل له سيف. لو جيت عملت ريلود تاني، عملت انتر كده، المفروض الاس دبليو تبقى زي ما هي اهو. نيجي نعمل شو ستارت اب، نشوف الستارت اب اللي فيها، قال لك خلاص هي اتسيبت حاليا فين؟ في الام في رام اللي هي نون فولاتايل. ماشي، تعالى ندخل على كونفتي. عاوزين نعمل باسورد للسويتش عندي. انا طبعا مش هينفع اي حد مثلا معاه كابل كونسول يدخل على السويتش ومش هيلاقي باسورد، فطبيعي ما ينفعش الكلام ده، فمحتاج اعمل باسورد. محتاج ادخل اول حاجه على البورت بتاع الكونسول، احدد له، لازم ادخل على الانترفيس الاول. محتاج بعد كده اقول له انا عايز اعمل باسورد عليه. محتاج ادخل على البورت، فعندي البورت في الكونسول اسمه لاين كونسول 0، لازم تكتب كلمه 0. ليه؟ لانه ما عنديش غير بورت واحد فقط في السويتش اللي هو اسمه لاين كونسول 0. لو عندك بورت تانية هتلاقيك بقى معاك واحد او اتنين، فعندنا حاليا 0 ما بيكونش غير واحد. فانت هنا بيقول لك دخلت في سب انترفيس اسمها كونفيج لاين. بعد كده احنا عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نعمل باسورد نسميه مثلا 1 2 3. عملت انتر كده، حفظ لي الباسورد في اللاين كونسول 0، بحيث لو انا جيت عملت اكزيت كمان. نعمل بعد ما عملنا باسورد محتاجين نعمل امر مهم اسمه لوجن ده بيعمل ايه؟ الناس كلها بتنساه، انا نسيته دلوقتي اهو. لوجن ده بيعمل ايه؟ بيحفظ لك الباسورد في الداتابيز. يعني يقول لك خلي بالك لما تيجي تعمل لوجن على الكونسول لازم تبص على اللوكال داتابيز. فخلاص كده تعمل اكزيت كمان، دوست انتر. انت مثلا طلعت بره،
جيت دخلت كابل كونسول على السويتش، جيت دخلت تيرمينال. انا قصدت ان انا انسى اللوجين، لان انا يعني دايما كلنا بننساها، بتعمل باسورد طب ليه مش راضي يشتغل، فهي كلمة اللوجين. نعمل اكزيت. ماشي، اعمل انتر. جيت دوست انتر، خلاص مش راضي يدخلك على اي حاجة. فهنا قال لك طلب منك الباسورد بتاع مين؟ بتاع الكونسول. تعمل انتر، مش راضي يعمل 3 مرات ويقول لك لا. هندخل 1 2 3 كده. انت امنت الكونسول، كابل الكونسول بتاعك من اي حد يقدر دخل يعني قدامه السويتش. بعد كده دخل كابل الكونسول، طبعا الكابل يعني عادي حد بيشتريه، فدخل على الكابل غير لك اعدادات، بوظ لك الشبكة. عملنا كونف تي، ماشي انيبل. ماشي، الامر ده اسمه انا كتبت كلمة غلط، فبيقول لك الترانزليشن كونتينيو. فانت بتطلع منه يا اما بطريقتين، يا اما بتدوس كنترول شيفت ورقم 6، يا اما بقى بتسرع العملية من هنا، بتسرعها عشان يخلص. هو هنا حاليا الامر ده جالي ليه؟ لانه انا كتبت امر غلط، فبص على الدي ان اس عنده او بص على الاوامر عنده، قال لك ماليش اوامر عنده، فعمال يبحث فعمل الامر ده، فجاب لي الكلام اللي فات ده. يعني انا كتبت اي مثلا امر كده، هو بيبحث عنه، بيقول لك بيعمل ترانسليتنج، هل ده الامر ده موجود عندي ولا مش موجود. فزي ما انا قلت، يا اما اعمل كنترول شيفت 6. ماشي، نيجي نخش على كونف تي كده. انا في كونفيجريشن تيرمينال. طب انا دلوقتي مثلا عاوز اعمل باسورد، هو معاه كابل كونسول، عارف الباسورد بتاع الكونسول، وجي دخل على الانيبل، دخل على 1 2 3 ماشي، عايز يدخل على الانيبل، دخل عليه خلاص كده عنده كونفيجريشن تانية. فاحنا عاوزين نعمل باسورد على الانيبل مود، فنعمل انيبل طبعا كلمة بسيطة، باسورد بسيطة. بعد كده بكتب الباسورد جنبها، مثلا 1 2 3 4 5، بدوست انتر. انا هنا مش محتاج اعمل لوجن، انا بعمل لوجن بس في الانترفيس. لما انا اجي اعمل لوجن مثلا في اي انترفيس، بعمل لوجن بس لما ادخل على اي انترفيس. تمام، دلوقتي احنا عملنا انيبل 5. لو جينا عملنا اكزيت، لو انا جيت دخلت على الانيبل، دخلت اكزيت تاني، جيت دخلت ده كده، ده مين؟ ده باسورد الكونسول 1 2 3. عمل اي ان، المفروض يطلب مني باسورد اللي هو ايه من 1 ل 5. ادي طلب مني باسورد 1 2 3 4 5 كده. انا امنت نفسي. اعمل، تعال نعمل طب شو، تعال نعمل شو العمر اللي احنا كتبناها في الرننج. هتلاقي عندك الانيبل باسورد 1 2 3 4 5. فالكلام ده طبعا مش هينفع، الباسورد مش مشفر، نوت انكريبتد. فانا عاوز اخلي باسورد مشفر. تخش على كونفتي، في امر اسمه سيرفيس باسورد انكريبشن مره واحده، ده بيخلي لك كل الباسوردات اللي عندي انكريبتد. نعمل اكزيت. نعمل كمان، لو انت عملت السهم اللي فوق بيجيب لك كل الامر اللي فوق. شو راننج كونفيج، شوف ادي عندي الباسورد اتعمل له انكريبتد، وادي هنا اللاين كونسول عمل له كونسول، ده كونسول عمل له انكريبتد، وانت هنا كتب له لوج ان. ده الامر اللي احنا قلنا عليه. فانت بتعمل لوج ان في اللاين كونسول 0 واللاين في تي واي من 0 ل 4 او من 5 ل 15. هنعرف اللاين في تي واي قريب. طب تعال نعمل شو في الام في رام الستارت اب كونفيج. شوف عندي قال لك ايه، لسه ما عملتش باسورد، لسه ما فيش. فين الباسوردات؟ ما عملتش حاجه. ليه؟ لانك ما سيفتش الرام في الام في رام، محتاج اسيبه. بتعمل كوبي راننج ستارت اب. طب في امر اسهل منه؟ في امر، في حاجه اسمها رايت. طب في اسهل منه؟ في اسهل منه، في تكتب دبليو ار فقط، تعمل انتر كده، هو حفظ لك الكونفيجريشن. محتاج تعمل شو ستارت اب، ادي ظهر لي الكونفيجريشن اللي انا لسه عاملها دلوقتي كده. طب عاوزين نعمل الفي تي واي او عايزين نعمل تلنت. اصل انا مش كل شويه ادخل بالكابل الكونسول هشتغل واعمل كونفيجريشن عليه، لا انا عاوز بقى من مكاني. لو انا مثلا في اي مكان في الشقه على الشبكه، بس في اي قاعد في الدور الخامس او قاعد في الدور الثالث والداتا سنتر بعيد عني او السويتش بعيد عني، فمحتاج اعمل كونفيجريشن. انا اول حاجه طبعا عملت كونسول،
فمحتاج دلوقتي ادخل تيرمينال او ادخل ريموتلي. عندي بروتوكولين بيعملوا لي ريموتلي. عندي اول حاجه اسمه واحد اسمه تلنت، وحاجه اسمها اس اس اتش. التلنت ده بيكون نوت سكيور لانه بيكون البلين تكست مش مشفر، لكن الاس اس اتش اسمه سكيور فده بيكون مشفر. بس احنا حاليا هناخد التلنت، محتاجين نعمل تلنت. هنخش على لاين، حاجه اسمها لاين في تي واي من 0 ل 4 او من 0 ل 15 زي ما انت عايز. يعني متاح ان 15 او 16 شخص كده يدخلوا ريموتلي في نفس الوقت. دخلت لاين في تي واي، عملت كلمه باسورد هنسميه مثلا سيسكو، عملت انتر. بعد كده محتاج اعمل ايه؟ محدش ينسى كلمه لوجين. طب محتاج اعرف ايه دلوقتي؟ انا كده عملت configuration باللاين في تي واي. طب عشان جهاز معايا موجود في الشبكة، جهاز موجود في الشبكة لابتوب مثلا، وهو طبعا قلنا بعيد عن داتا سنتر، محتاج يدخل على السويتش. طبعا احنا هنوصله بكابل داتا. طبعا هنوصله بستريت كيبل، فطبعا ده كابل داتا وليس كابل كونسول. احنا قلنا كابل كونسول ده بس بنعمل منه مانجمنت. فهنا سويتش مثلا توصل بالجهاز، فمحتاج يدخل على السويتش. محتاج يعمل ايه؟ محتاج بقى هيدخل عليه ازاي؟ طيب محتاج اي بي، واحنا قلنا السويتش ده ما بيفهمش اي بي، بيفهم ماك ادرس. احنا عايزين نعمل حاجه كده فيرتشوال نخلي السويتش يفهم منها اي بي، بحيث ادخل عليه بس اعمل مانجمنت. هو مش هيفهم اي بي، بس انا محتاج اعمل بورت وهمي في السويتش عشان اعرف ادخل منه تلنت او اعرف ادخل منه اس اس اتش. واحده فيهم، اي بروتوكول فيهم تمام. تلنت محتاج يعرف ايه؟ محتاج يكون عارف اي بي. السويتش محتاج يعرف اي بي. ولازم كمان شرط تاني، لازم يكون عامل كونكتيفيتي. يعني كونكتيفيتي يعني يكون في بينج ما بين السويتش والجهاز، يعني يعرفوا يتصلوا ببعض، يعني يكونوا لازم في نفس الشبكة. احنا عملنا الكونفيجريشن في السويتش، باجي نعمل الاي بي. باجي ادخل على اعمل كونفيجريشن. فهعمل ازاي اي بي وهمي؟ فما هحتاج ادخل بس على الانترفيس فيلان 1 فيرتشوال انترفيس فيلان 1، هديله بس اي بي وهمي. هديله اي بي ادرس 192.168.1.100 مثلا. محتاج اديله السبنت ماسك بتاعه .0. عملت انتر كده، انا اديته اي بي. كده الجهاز هديله اي بي في نفس الشبكة. لازم احنا قلنا الاتنين ياخدوا اي بي والاتنين يعملوا كونكتيفيتي ما بين بعض. هديله هنا 2 بس، مش عايز اعمل حاجة تاني اكتر من كده. لازم اعمل بينج، لازم لازم يشوفوا بعض. اداني اول حاجة فيلد. في المرة التانية في حاجة نسيتها، الا وهي اللي انا لازم تعمل، هو بورت مقفول فلازم تعمل له ايه؟ نو شت داون. دي مشاكل بتقابلك. هتقولي ليه مش شغال ليه؟ اقول لك عشان اي بورت بيكون فيرتشوال بيكون ايه؟ لازم تعمل له نو شت داون. فلما جيت عملت له نو شت داون قال لك ايه؟ هو طبعا شت داون، فانت بتعمل عكس اي امر، بتكتب قبلها كلمه نو. قال لك هو تشينج ستيت تو اب، كده اشتغل البورت او الانترفيس الوهمي اللي هو الفيرتشوال عملناه كده. محتاج لو انا عملت ريستارت اداني سكسس. اول مره طبعا بيديك فيلد لانه بيشوف الماك بتاعه زي ما قلنا، بيعمل برودكاست، بيشوف الارض، فبيتاخر في الرساله الاولى. لكن لو جيت عملت بينج من المره الثانيه خلاص هو سكسس على طول، سكسسفول. ممكن اعمل بينج بكذا طريقه بالرساله دي، او ممكن ادخل على الجهاز وادخل على الكوماند برومبت واكتب كلمه بينج 192
دوت 168 دوت 1 دوت 100. اداك بينج اهو، قال لك ريبلاي فروم كذا، بيديك 4 رسايل كده تمام كده. طب انا محتاج ادخل تيرمينال، فمحتاج تخش على كلمة تيرمينال، تدوس اوكي. لا مش من التيرمينال، في عندي حاجتين بدخل عليهم، يا اما ادخل من كوماند لاين يا اما ادخل من ابلكيشن انا محمله فعلا على الجهاز. هو هنا موجود عندك ك كسيميوليشن، تختار اهو البروتوكولين اللي احنا قلنا اتكلمنا عليهم. احنا عايزين بس تلنت، ونكتب هنا الهوست نيم او تكتب الاي بي اللي هو الاي بي بتاعه. احنا عملنا 100. محتاج تعمل كونكت، قال لك باسورد مين ده؟ اكيد مش باسورد الكونسول ولا باسورد الانيبل، ده بيقول لك باسورد التلنت. باسورد التلنت اللي احنا عملناه، اللي هو عملنا له سيسكو كده، دخلك على الانيبل هيديك باسورد كمان اللي هو كان من 1 ل5 كده. انا ما استخدمتش باسورد الكونسول في حاجه لان انا ما وصلتش كونسول. كده انا متاح ادخل من اي مكان في الشركه على السويتش ده وانا قاعد في مكاني، مش لازم انزل تحت السويتش واكون قدام السويتش عشان اعمل كونفيجريشن عليه. في هنا لاب احنا ممكن نحله، انا هبعته لكم. بيقول لك ايه اللاب ده، احنا طلعنا فوق على اللاب ده. الاوبجكتيف بتاعته بيقول لك بس اتاكد، هو بيديك كل حاجه. بيقول لك فيريفاي، تاكد لي من الديفولت سويتش كونفيجريشن، اعمل ديفولت سويتش كونفيجريشن اللي احنا عملناه من شويه. اعمل لي بيزك ماشي كونفيجريشن. هنا فيريفاي، هنا بيقول لك كونفيجر بقى. بعد كده بيقول لك حاجه اسمها MOTD نعرفها دلوقتي. وبعد كده سيف لي كل الكونفيجريشن بتاعتك فين في الانفي رام اللي احنا اتكلمنا عنه. بيديك بقى السيناريو باك جراوند تعمل ايه، تخش على سويتش ايه، وبيديك شويه تفاصيل حلوه يعني. احنا بس مش همانا شويه. هنا بيقول لك اعمل فيريفاي، انا يعني ماشي عملنا انيبل فيريفاي الكلام ده. وهنا بيقول لك شوف السويتش كونفيجريشن اللي هتعمل شو راننج، كل الكلام ده احنا عارفينه. خلينا في المهم. قال لك انا عاوز اعمل كرييت بيزك سويتش كونفيجريشن، انا عشان اثبت انا دلوقتي عاوز اثبت الكلام ده، فبتسكيب كلمه توب زي كده عشان تثبت معاك وما تروحش بعيد. قال لك ايه؟ قال لك هروح عند سويتش واحد وادخل على configuration enable طبعا. بعد كده conf t، قال لك اختار لي هوست نيم، غير لي الهوست نيم بتاعه وسميه اس كابيتال 1. خلي بالك لو هو اسمه الاول كابيتال. لما انا دوست كلمه اس 1 كابيتال الكومبريشن بتاعتي زادت 6%. عندي secure access to console line. قال لك انا عاوزك تعمل لي secure لمين؟ لكابل الكونسول. هو ده كل الاوامر اهو، ده كل الاوامر عشان لسه ده مقدمه. لاين كونسول 0. بعد كده بيقول لك باسورد عايزك تسميه ليتمين، سميه بنفس الاسم، تاخده كده كوبي. بعد كده بيست. كل لما بتعمل حاجه الكومبيليشن بيزيد. بعد كده ما قالك ما تنساش كلمه لوجن. بعد كده زادت. بعد كده خلاص مش عايز منك حاجه تاني. وبعد كده بيقول لك فيريفاي، يعني اعمل لوجن كده، اتاكد انه بيعمل لوجن. هنا بيقول لك لا، هنا بيقول لك واي از ذا لوجن كوماند، احنا عرفناها طبعا عشان تبص على الداتابيس. فهنا بيقول لك فيريفاي، انا مش عايز فيريفاي، اتاكد منها. يعني ممكن تجيب كابل كونسول بعد كده تتاكد منها انه شغال ولا مش شغال. هنا بعد كده بيقول لك اعمل لي enable configuration terminal enable password، هتسميه enable password ده احنا خدناه. exit. بعد كده تكمل عادي configuration. بعد كده هنا في امر كده احنا ما خدناهوش، حاجه اسمها enable secret بدل ما عملنا enable password. طب هو هنا عايزه في السويتش رقم كام؟ في سويتش واحد. ماشي، تعالى نعمل في سويتش واحد enable secret exit. نعمل exit. ماشي، خلينا نعمل enable بدل ما احنا كنا بنعمل ايه enable باسورد. لا بس هنا بيقول لك اعمل enable secret. الفرق بين الباسورد والسيكريت، السيكريت بيكون انكريبتد لوحده، مش محتاج اعمل سيرفيس باسورد انكريبشن، وبيكون الانكريبتد بتاعه اقوى. هو هنا عاوز يسميه اي تي سيكريت، ناخده كوبي نعملها هنا بيست كومبيليشن طبعا هيزيد. فبيقول لك هنا اعمل enable secret. لو انا جيت عملت هنا exit، عملت شو راننج شوف انا عندي السيكريت اللينك عمل لي هاش
بطريقه اكبر من الباسورد. لو انا جيت عملت باسورد هنا، طب تعال ناخد الامر ده كوبي عشان نعرف نقارن بقى بين الباسورد والسيكريت. conf t محتاج اعمل بيست. ماشي انا كده عملت باسورد. تعالى نعمل اكزيت. تعالى كمان نعمل شو راننج config. شوف عندي 2 باسورد ظهر، ده الباسورد والسيكريت ظهر لي مشفر فعليا، ولكن لو انت عملت الاتنين مع بعض هو بياخد بالباسورد بتاعت السيكريت وليس الباسورد، بيعمل اوفر رايت عليها. هنا بيقول لك you must enter the enable secret password. بعد كده بتكمل اللاب بتاعك، بتعمل سيرفيس باسورد انكريبشن اللي هي بتعمل تشفير للكل. في عندي برضو حاجة احنا ما خدناهاش، حاجة اسمها بانر MOTD. يعني ايه MOTD؟ يعني بيقول لك مسج كده بتظهر لما بتعمل لوجين كأول مرة. انت مثلا عاوز تعمل تدي رسالة للأدمن اللي بعدك يدخل يشوفها، فبتكتب حاجة اسمها كلمة بانر MOTD اللي اختصار لكلمة مسج اوف ذا داي. بعد كده بتكتب له علامة التنصيص وتكتب الجملة اللي انت عاوزها في الآخر علامة التنصيص، تعمل بيست. بعد كده تعمل انتر. تعالى هنعمل اكزيت. بعد كده نعمل اكزيت تاني. لما انت جيت دخلت على اليوزر قال لك ايه هنا؟ اداك رسالة قال لك this is a secure system authorized access only. اديت رسالة للادمن في اول اليوم بطريقة MOTD مظهر مسج اوف ذا داي بانر. بس بعد كده لو كملت خالص هتلاقي الكومبليشن بتاعك بقى 100%. محتاج بعد كده تشوف تشيك ريزلتس، بيديك الريزلتس اللي انت عملتها صح وبيقولك ايه اللي ناقصك تعمل عليها غلط. هبعت لكم اللاب ده في الديسكريبشن. وكده انا خلصت السكشن الاولاني، وشكرا لكم ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم.